مسار طويل من النضال والعمل بين السر والعلن لينتهي سي عبد الإله بن كيران أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب ذو مرجعية إسلامية. سي عبد الإله بن كيران هذا المساء ضيف أمفام وضيف المساء وضيف الملايين من المغاربة بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. سي عبد الإله مساء الخير ومرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا. سي عبد الإله، تعليق حول افتتاحية أمفام. ايوا حتى هي خطاب سياسي ديال أمفام، وإن كنا لسنا بمؤسسة سياسية. انا ما قلت لك حتى حاجه، انت قلتي لي تعليق انا قلته لك. مرحبا سي عبد الإله بن كيران. أوفياء أمفام كالعادة 4 محاور تنقسمها على ما نملك من وقت مع سي عبد الإله. المحور الأول الحكومة، المحور الثاني المعارضة، المحور الثالث الانتخابات، والمحور الأخير حزب العدالة والتنمية. لن نضيع الوقت، بسم الله على بركة الله. سي عبد الإله بن كيران، أول سؤال ببساطة، الطبقة المتوسطة هي الطبقة المنتجة للثروة، هي الطبقة التي تراهن عليها الدول للإقلاع. أنتم تراهنون على طبقة أخرى هي طبقة الناخبين. كحكومة توجهتم بخطابكم، القارئ لبرنامجكم يقرأ بين سطوره أنكم لا تتوجهون إلى الطبقة المتوسطة في المغرب. ما ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن طبقة الناخبين هي كل مجتمع بطبيعة الحال. الناخبون ليسوا لا طبقة وسطى ولا طبقة دنيا ولا طبقة عليا، الناخبون هم المجتمع ككل. وحين تكون الانتخابات مقبلة مثل هذه التي نحن بصددها اليوم، فإن يعني الخطاب يجب أن يوجه للمواطنين جميعا ليعرفوا شأن وطنهم. هذا هو المهم، هو أن المواطنين يعرفوا الوضعية اللي فيها البلاد وشنو تحقق وفين غادية. وإذا كنا اليوم كنتكلموا فبسبب الأولويات. احنا لما تحملنا المسؤولية في رئاسة الحكومة، يعني الأولويات اللي كانت مرسومة في الأذهان ديالنا زادت توضحات. كتعرف السي الخمسي بأنه ملي كيولي الإنسان رئيس ديال الحكومة كيوقع عليه واحد الهجوم كبير ديال الضيوف من مختلف أنحاء العالم، كلشي تيسمع باللي كانت حكومة جديدة في المغرب، وخصوصا هذه الحكومة ربما اللي جات من بعد ما سمي بالربيع العربي إلى آخره. وجاء الناس يتساءلون، وكان عندهم جميعا سؤال محدد تقريبا: شنو هي الأمور الأساسية اللي عندكم كرئيس ديال الحكومة؟ فكنت مضطر باش نبلور يعني واحد العدد ديال النقط مختصرة كنشرح بها الوضعية ديال البلاد للناس. الوضعية ديال البلاد للناس تبين لي من الأول أنه الإشكال الأول هو ماكرو اقتصادي. الميزانية كانت في حالة من الصعوبة، والتوازنات الماكرو اقتصادية صعيبة، وكان خصنا ضرورة نفكروا في حلول الإشكاليات الماكرو اقتصادية، وإلا العجز غادي يتفاقم. يعني واحد العدد ديال المؤشرات الاقتصادية النمو ما كانش كافي إلى آخره. المشكل الثاني اللي تصادفنا معه وهو أن لقينا المقاولة تشتكي. جينا لقينا المقاولة تغلي، المقاولة كانت تشتكي من الصعوبات، من المشاكل الإدارية، من عدم أداء الدولة لبعض ديونها إلى آخره إلى آخره. فكذلك قلنا الأولى إعادة التوازن الماكرو اقتصادي، الثانية وهي تحل المشاكل الاقتصادية عند المقاولة، بالفرنسية قلنا فاسيليتي لا في لونتربريز. المسألة الثالثة قلنا إعادة التوازن إلى المجتمع. صحيح الطبقة المتوسطة مهمة، ولكن الطبقة المتوسطة مهمة كان بالنسبة إليها أهم أن يكون المجتمع مستقرا. الطبقة الميسورة طبقة ميسورة، الطبقة المتوسطة طبقة عريضة
وعندها واحد الاهميه سياسيه معروفه ومفهومه، انه الا ما تهليتيش فيها كتقدر تنزل لتحت وكتقدر تخلق واحد الاشكالات سياسيه للبلاد. ولكن الوقت اللي وصلنا للحكومه وكنكتشفوا الهشاشه اللي موجوده في واحد العدد ديال المستويات، في البوادي، في الاحزمه ديال الفقر، في بعض الفئات الاجتماعيه الى اخره، استقر الراي ديالنا على انه اولا قبل كل شيء خصنا نعيد توازن المجتمع واحد شويه. فعلى مستوى التوازنات الاقتصاديه كنعتقد بان ما قامت به الحكومه يمكن اليوم ان يعتبر تاريخيا واستثنائيا. سيدي عبد الاله، معذره يعني قبل ما نعطي الاخوان هذا، هناك من يقول ان توفر لكم شرطين لم تتوفر في تاريخ المغرب لاي حكومه. الاول هو انكم جئتم في سياق غير السياق التقليدي للحكومات الاخرى، جئتم من بعد ما سمي بالربيع العربي، جئتم من بعد دستور لم يمنح صلاحيات من قبل لمؤسسه الوزير الاول اللي هي اصبحت الان رئاسه حكومه. انتم محظوظون مقارنه بهذا الحظ اللي كان لصالحكم، واللي ذكرتيه انت في احدى التدخلات ديالك، قلتي ان كانت السماء لصالحكم تحت الشتاء مزيان. كانت الازمه في اوروبا والاقتصاديين تيقولوا بان هذه الازمه كانت لصالح المغرب، بالتالي هذه الظروف اللي كانت جيده لم تستغل. يعني تيقولوا خصوم الحكومه. شرح لي كيفاش هذه الازمه كانت لصالح المغرب. لا يقولون بناء على ماذا؟ ان الازمه اللي ضربت اوروبا كانت فرصه للاقتصاد المغربي لم تستغلها الحكومه. لا كيف ذلك؟ السي الخمسي الى سمحتي في هذا لا غير بلاتي الله يخليك، غير نعرف واحد القضيه. انا اللي كنعرف هو ان الاوروبيين شركاء اقتصاديين ديالنا، وملي كتكون الامور كتمشى عندهم كتمشى حتى حنا عندنا. ماشي بالضروره وملي يجيو السياح تيجيو من عندهم لان الوضعيه ديالهم مزيانه. فكيفاش حنا غادي نستافدوا من الاسباب؟ بالعكس، الازمه كنعيشوها معاهم، وملي تحسنت الامور تحسنت علينا كاملين. السيد رئيس الحكومه حينما ذكرت اول ما ذكرت توازنات الماكرو اقتصاديه، وكنتم تلومون على حكومات صادقه اهتمامها بالتوازنات الماكرو اقتصاديه، وكلماتكم في هذا المجال مسجله منذ ان دخلتم البرلمان، ودائما كنتم تنتقدون الاهتمام بهذا الجانب على حساب السياسات الاقتصاديه الاجتماعيه الاخرى. الآن تهتمون، ورسالتكم الأخيرة إلى الحكومة لإعداد القانون أو مشروع قانون المالية 2016 ترتكز كلها على أولا إعطاء حصيلة أو في مجال الماكرو اقتصادي. حققنا يعني تخفيفا لعجز الميزانية، حققنا تخفيفا لعجز حساب الجاري لميزان المدفوعات، ولكن باش حققنا هادشي؟ باش حققنا أنا في نظري، وكما يقول جميع الاقتصاديون، هناك عناصر خارجية أولا وأقول لماذا. اسمح لي دابا الله يخليك الأخ الكريم. لا ولكن غير اسمح لي. لا أنت تتسأل ولكن تتقول كلام من الأول، كتقول كلام أنا بعدا تفاجأت بالمجيء ديالك، لأنه كان مقرر يكونوا هاد جوج ديال الإخوان وهذا الأخ. أنا جيتي بلا ما نطلب، بلا ما نتخبر بك. كنت غادي نخبروك. لا ما خبرتيونيش. لا وهذا سي با اونيت، سا كومونس ديجا مال. نقولها لك. لا اسمح لي. علاش؟ واش لان ما علمتيش. لا كان خاصك تعلمني بالوجود ديالك. ما علمتينيش الاخ الكريم، اسمح لي. شوي ديزولي. فهمتي؟ ما كانش خاصك انت تجي تعلمني ونتفقنا عليك، لانه الاخوان اللي جاو لعندي جا عندي الاخ وجاو عندي الاخوين. كنت غادي نجي معاك. لا ما جيتيش، ما فراسيش انت غتجي نهائيا. على اي سيدي عبد الاله. لا غير خليني، وما فراسيش جاي اللي غيشارك في البرنامج احتراما له. جلس خليته يعني صحفي. لا غير اسمح لي الله يخليك الاخ الكريم، غير اسمح لي. المساله الثانيه، التحسنات اللي وقعت الماكرو اقتصاديه اللي وقعت في المغرب وقعت بسبب ان الحكومه كانت عندها الشجاعه باش تتخذ القرارات الاقتصاديه اللازمه. باللي وصلنا السي الكريم السي الاندلسي، باللي وصلنا في عام 2012 لقينا 57 مليار ديال الدرهم اللي صرفناه في المقاصه، منها 21 مليار ديال الدرهم ديال المازوت بوحده. وملي وصلنا جا عندي وزير الماليه تيقول لي السي الاله راه الا مشينا في هذا الطريق رحنا مهددين في الميزانيه ديالنا. اول اجراء عملنا هو انه اتصلنا بالصندوق النقد الدولي، كنطلبوا منه باش يعطينا خط ائتماني احتياطي فيه
6.2 مليار ديال الدولار. سي عبد الاله سمحتي لا سمحتي غير الاذان ونعطيك تكمل. او في مفهوم حان موعد اذان العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنباحي. تقبل الله صلاتكم. وعوده للسي عبد الاله بن كيران. تفضل سيدي عبد الاله. ف يعني هاد المقاصه لقيناها كتكلف الميزانيه ديال الدوله 57 مليار ديال الدرهم. كما لا يخفى عليك ربما، ولكن ربما ماشي كافه المواطنين كيعرفوا هذا الشيء، وانه الميزانيه ديال المغرب عندها مداخيل كتساوي بين 210 و 220 مليار ديال الدرهم، هذا فقط. وكنكملوا بالقروض. هذيك 57 مليار ديال الدرهم كتكلف في الربع، وغاديين ما عارفينش فين، لانه ديك الساعات البترول وصل 112 113 114 ديال الدولار. فلقينا نفسنا وحنايا كندعموا هذاك البترول من الميزانيه ديال الدوله. فلقينا امامنا مشكل فظيع. شنو نعملوا؟ جا عندي السيد وزير الماليه ساعتها السي نزار بركه، تيقترح عليا في ديال الحوايج. الاولى هي هذه، اننا ناخذ واحد الخط ائتماني احتياطي لربما ما نلقاوش باش نخلصوا، غادي نوقعوا في ازمه ديك الساعات، وغنرجعوا للامور اللي صعيبه بحال اللي كانت في 81. او لا نزيدوا في ليسونس. قلت له نزيدوا في ليسونس. زدنا 2 ديال الدراهم في ليسونس وزدنا درهم في المازوت، وهو كان متخوف. ولكن الحمد لله المواطنين تقبلوا القرار ديال الحكومه وفهموا ان داك الشيء اللي عملناه هو في صالحهم، لانه الميزانيه ديال البلاد هي بحال السريفه كتكون مدور على العنق. الا كان عندك التوازن راك مرخوف، الا ما كانش عندك التوازن كتبقى تتزير حتى يمكن تجي في الدوله. الحكومه هذه اتخذت القرار باش سميتو، وربحنا من خلاله 5 المليار ديال الدرهم. ولكن ديك 5 المليار ديال الدرهم الفرق ديال الصرف ضيع علينا فيها 4 ديال المليار ديال الدرهم، اذا ربحنا غير مليار ديال الدرهم. فقررنا اننا، لانه ديك الساعات الاف ام ملي طلبنا منه 6.2 مليار ديال الدولار اللي خفضتوها من بعد. لا بلاتي غير بلاتي، ملي طلبنا منه قال لك انا خصني نجي نشوف الميزانيه. جا شاف الميزانيه، لانه الاف ام هو اش تيدير؟ الاف ام تيعطي ضمانات على الميزانيه انه الا احتاجتي الفلوس يسلفك. الاف ام ملي جا شاف الميزانيه دخل وزاره الماليه وجلس مع الناس ديال وزاره الماليه. من بعد 10 سنوات ما كان دخل الوزاره وبلاتي طبعا لانه مشينا لعنده مول البنك. الا ما جيتيش لعنده تطلب منه قرض، واش تيطلب منك هو شي تفاصيل؟ ما تيطلب منك والو. انت جاي تطلب قرض، ديك الساعات كيطلب منك شنو عندك شنو ما عندكش، كيدخل معاك في التفاصيل، واش انت يعني يمكن له يسلفك ويكون مطمئن على فلوسه ولا لا. فجاو دخلوا معنا في التفاصيل ولقينا صعوبات. الاطور ديال وزاره الماليه دوزوا لحظه سيئه، وربما ديك الساعات انت باقي ما خرجتيش منه وكتبنا على هذا. طيب خلينا نكمل. الله يخليك الاخ الكريم. في الوقت اللي خرجوا الاطور من هذيك، اولا وقبل كل شيء تفاهمت مع الناس ديال وزاره الماليه، باش لان ديك الساعات راه صندوق النقد الدولي تيقول باللي العجز ديال الميزانيه هو 7.7، وحنا كنقولوا 7.1 وبجوج واعرين بزاف. فقلنا لابد من نعملوا اجراءات. شنو هو الاجراء الثاني؟ هو اننا نرفعوا الدعم نهائيا على ليسونس ونرفعوا الدعم نهائيا على المازوت. ودرنا هذا الشيء بطريقه متدرجه واستطعنا. في الاخر بقى لنا 2 ديال الدراهم و70 اللي هي ضروريه كتبقى. هذه قلنا غنرفعوها تدريجيا 45 سنتيم كل 3 اشهر. فعلا بدينا كنرفعوها، ماشي كل مره كانت كتجي 45 سنتيم، شي مره كانت كتكون 45 سنتيم، شي مره كتنقص واحد شويه. الحمد لله في الاخر ما احتاجيناش، لانه كان الثمن ديال البترول طاح. فاذا ليس من المعقول اليوم باقي انا رئيس ديال الحكومه وينكر على الحكومه واحد من اكبر الاعمال الشجاعه والجريئه اللي اتخذتها هذه الحكومه باش تخفف الضغط على الميزانيه ديال المغرب. واش ممكن السيد الرئيس نسولك سؤال بسيط؟ سول الا عرفت راه غنجاوبك، الا ما عرفتش ما نجاوبكش. نقول لك بانه الميزانيه ديال 23 مليار ديال صندوق المقاصه ديال هذه السنه ديال 2015 هي بالضبط مداخيل الضرائب على استيراد المنتوجات البتروليه في نفس السنه. لا دابا حنا دابا ملي كان لا اسمح لي السي اندلسي، لا دابا خصنا نكونوا منطقيين. العام الاول كانت عندنا 57 مليار ديال الدرهم، العام اللي من بعد ولات 46 مليار ديال الدرهم،
العام اللي من بعد ولات 35 مليار ديال الدرهم، هذا العام ولات 23 مليار ديال الدرهم. بلاتي واش هذا القرار انتم اللي اتخذتوه؟ انا اللي كان موجود لا معنى كان موجود انتم فعلتوا. لا شنو معنى هذا الكلام؟ واش هذا كلام ديال السياسيين؟ انا ماشي لا غير شنو معنى القرار كان موجود؟ لاندكساسيون. لا ما معنى القرار كان موجود؟ لا لاندكساسيون حنا اللي اتخذنا القرار. سي مهدي اسمح لي، ماشي معنى هذه الفكره حنا اللي وجدناها. في السياسه ما كاينش شي حاجه كانت موجوده انت غير فعلتيها. السياسه فعل. الا ما كنتيش قادر تفعل انت ما قادر على والو، واخا تلقى ثلاجه فيها كافه القرارات. هذا القرار عمره ما قال لي شي واحد كان موجود. سي بالكيران هذا القرار هذا حنا اللي اتخذناه في الحكومه. نعم. وحنا اللي طبقناه، وكنقولها وكنعاودها. كنشكر الله وكنحمد الله لان الله سبحانه وتعالى عاودنا عليه، لانه في الوقت اللي بدينا سميتو بدات شويه البترول كينزل واحد شي شويه حتى وصل للوضعيه اللي هو فيها انت كتشوفوها اليوم. حنا كنقولوا بكل تواضع، حنا ما كنمارسوش السياسه غير بالبراعه، كنمارسوا السياسه كذلك بالتوفيق ديال الله. كنديروا الاسباب، هذه هي العقيده ديالنا، كنديروا الاسباب وكيجيب الله التوفيق. اللهم لك الحمد. سي مهدي تفضل. سي مهدي ما تفضل. كتشوفوش انكم ركزتوا على التوازنات الاقتصاديه على حساب التوازنات الاجتماعيه؟ الان رفعتوا الدعم على المحروقات وغادي ترفعوا الدعم على السكر وغادي ترفعوا الدعم على الغاز، ومازال ما باين لكمش السيناريوهات اللي غادي تجيبوا. لا بلاتي الله يخليك. اولا وقبل كل شيء انا بغي نكون واضح مع المواطنين. انا عندي واحد القناعه في السياسه. ملي كتوصل للسياسه كيبانوا لك اولويات، ملي كتوصل للمسؤوليه ديك الاولويات واش تقدر تسوقها سياسيا ولا ما كتقدرش، هذه حاجه اخرى. ولكن من جهه الاهميه هي اولويات اساسيه. انا ملي وصلت لقيت الميزانيه ديال المغرب في خطر. السي شو الاسم الكريم؟ مهدي السجار. السي المهدي. المساء. لقيت الميزانيه ديال المغرب في خطر. كنقول لك لقيت 57 مليار ديال الدرهم. كتعرف التعليم كله كنخسروا عليه 50 مليار ديال الدرهم اقل. لقيت 57 مليار ديال الدرهم كتمشي لنا في المقصه. اتخذت القرار مع الاخوان في الحكومه بطبيعه الحال باش نواجه هذا المشكل. الاشكاليات الاجتماعيه شنو هو اللي ساء من هذاك الوقت لدابا؟ الناس عياو ما يقولوا السنكيران زاد باقي الحمد لله النسب ديال الزياده اما صفر اما قريب من صفر، من اعلى او من اسفل. الامور لم تسوء من الناحيه الاجتماعيه، ولكن مهم جدا ان يعلم المغاربه ان الميزانيه ديال المغرب توفر عليها في العام الاول 11 مليار، وفي العام الثاني 11 مليار، وفي العام الثالث 12 مليار. وملي كتجمع هذوك ديال كل عام كتلقى حوالي 70 مليار ديال الدرهم. شنو كنا غنديروا؟ كنا غنجيبوها من عند صندوق النقد الدولي بما فيها ميزانيه الاستثمار. السيد الرئيس لا هذه دابا هذه اللي كنعاود عليها انا ما عندها علاقه بميزانيه الاستثمار. دير الحساب السي الاندلسي، انت راك راجل حتى تعرف الحساب. دير 57 حيد منها 57 حيد منها 23 حيد منها وغادي تشوف شحال غتعطيك. هاد الميزانيه كنا غنتسلفوها. هادشي اللي كاين كنا غنجيبوها غنتسلفوها. كنت سلفناها شنو غادي دير؟ غادي تزيد ترهقنا في الارجاع ديال الخدمات ديالها، وغترهقنا يعني في الاداء ديال الاصل ديالها. كتعرف بان صندوق النقد الدولي اليوم كيعتز بهذا الشيء اللي قال المغرب. انا نقول لك السي المهدي، كريستين لاغارد، حيت كاين اللي كيعتبر باللي صندوق النقد الدولي الا انا دخلته للمغرب ولا الا جا لوزاره الماليه عيب ولا عار. لا، المشكل ماشي هو هذاك بحال البنك. المشكل ماشي هو تمشي عند البنك، المشكل هو تنصاع لا شوف الا كنتي مضطر ستنصاع. اذا كنت مضطرا ستنصاع. خلينا قبل هذا كنت شوف انا نقول لك واحد القضيه السي الاندلسي الله يخليك. انا كنت اقول وما لم اكن اقوله انا اقوله اليوم، لانه ضروري ان يقال للمغاربه. ماشي حنايا جينا باش ندور نكذبوا على الناس. الواقع هو هذا، الواقع لا يرتفع. انا عالجت الواقع. السيده كريستين لاغارد جات لعندي انا المكتب، قالت لي vos politiques, ce n'est pas nous qui vous les inspirons, c'est vous qui vous les dictons, c'est vous qui nous les inspirez. اليوم راه المغرب يعطى كمثال، ولكن قالت لكم اشياء اخرى سيد انت كنتي معنا السي الاندلسي. قول وحضرت الندوه الصحفيه وقالت لك لو سيبلاج او ماتيير دي سوبفونسيون يونيفرسال. وانتم ما درتوهاش. لا، القضيه درتوا اللي ساهل. لاندكساسيون موجوده، ولكن الغاز والسكر والدقيق الوطني ما درتوش. لا مازال، لانه شوف عفوا السي عبد الاله بلاتي دابا السي الاندلسي كيسول واش جاوبوا ولا ما جاوبوش؟ لا تجاوبوا ولا طبعا. ممكن هو يطرح ويدوز. لا خاص يجاوبوا. تفضل السي عبد الاله تفضل. اسمح لي، شنو كيعني لو سيبلاج؟
الشيبلاج هو توجه المساعدات ديال صندوق المقاصة للفئات المستضعفة. هكذاك الفئات المستضعفة السي الخمسي ملي قربنا، لان هذه هي الفكره اللي جيت شرحت للمغاربه، قلت لهم انا هاد الفلوس ديال المقاصه واحد الجزء منهم ماشي كلهم، واحد الجزء منهم غادي نحاولوا نعطيوهم للناس اللي ما عندهمش امكانيات باش هما تسهل عليهم الحياه واحد الشويه. فملي جا هذا الشيء قامت القيامه ديال السياسيين وبدا كيتوزع واحد الفكر، وهو انه الا ولينا كنشدوا الناس نصنفوهم ونعرفوا الناس اللي عندهم الفقر ونعملوا لهم واحد المساعده اللي كنا ذاك الوقت كان الكلام عليها ما بين 50 و 100 دولار، يعني من 500 درهم ل 1000 درهم تقريبا. هذا غيتعتبر ريع وغيتعتبر يعني مساعده عندها علاقه بالسياسه، وغيتقال كلام كثير. اللي كيوقع بحال هذا الشيء اش كدير؟ كتشوف البلوكاج، سمعتي السي الخمسي، كتشوف البلوكاج كتحاول ديتورني البلوكاج. سعد الى سمح لي السؤال، ولكن دابا واش تطرحوا مشاكل؟ عندنا بزاف. اسمح لي شويه عليكم. عفوا لا غناخذ واش من وقتنا. ضروري نجاوبوا على كل سعد شيء؟ الى هذا نقاش تقني. انتم ماشي تقني. عفوا لا ماشي تقني. غندخلوا في السيبلاج ماشي تقني. انتم حكومه لا سياسيه. السيبلاج ماشي تقني. عفوا السيبلاج الاستهداف هو اشكاليه اساسيه اللي ما لقيناش كيفاش نديروا لها من الناحيه العمليه. معذره السياسيين في وجهنا. انتم حكومه سياسيه. كنا مضطرين اننا نحولوا هذا الشيء المساعدات للطلبه، المساعدات الارسائر باش تولات التقاعد ديال 1000 درهم ما بقاتش 100 و 140 درهم، المساعدات للارامل وباقي كينتظرونا المعاقين. قلنا حنايا اذا لم يكن من الممكن اننا نمشيو الاشخاص اللي عندهم الهشاشه هكذا وشكون اللي فقير وشكون اللي ماشي فقير، غادي نكونوا مضطرين نمشيو بطريقه اخرى. الفئات الاجتماعيه وراه الحمد لله هذا الشيء راه غادي والسيدات المطلقات راه هذه مسائل عفوا انتم حكومه سياسيه جيتوا في سياق سياسي، كل هذا الذي تتحدثون عنه هو مقاربه تقنيه فقط، لم تنتجوا الثروه. شنو درتوا؟ فكرتوا في جوج حوايج، مشيتوا للكريدي ومشيتوا للصندوق المقاصه. لم تنتجوا، يعني ما يعاب على هذه الحكومه هو انها حكومه سياسيه لم تشتغل على انتاج الثروه، فقط اشتغلت على هزات من هذا الجيب لصالح هذا الجيب هذا. في حين مقارنه بالحكومه الاولى ديال السي عبد الرحمن اليوسفي كانت حكومه اللي طلقات مجموعه ديال الافكار اللي تحولت الى الان يقال ما يعاب عليكم هو انكم فكرتوا تقنيين لم تفكروا سياسيين. كي جيتوا دخلتوا على هذا، اول ما فكرتوا فيه الكريدي يعني المؤسسات الدوليه، ثاني شيء فكرتوا فيه هو ان مشيتوا للحليب ديال الدراري، المازوت راه هو الحليب ديال الدراري. الا سمحتي السيد رئيس الحكومه انا غير نعطيك مثال. انا السيد وزير الماليه استجوبته فيما يخص الاستدانه الخارجيه وقال لي عندنا قاعده ذهبيه لا ريغل دور غادي نستدنوا باش الاستثمار. الان تنديروا الاستدانه باش نديروا اصلاح العدل، تنديروا لا اش كتقول اسي؟ والله العظيم الا شحال ديال الاستدانه باش يصلحوا العدل؟ 200 300 مليون دولار راه كبيره بالنسبه للمغرب. لا ماشي 200 ولا 300 مليون دولار وتتجاوزوا كل سنه تتزاد. المركز الافريقي حضرتي فيها السيد رئيس الحكومه وشفتي بانه تيعللوا تيركزوا على التكوين، على التعليم، على العدل، على قضايا اللي تتهم اللي في التصوير ديالها الميزانياتي هو مسائل اللي تتعلق بالفونكسيونمون. فولينا تنديروا الاستدانه الميزانيه تسير بدل ميزانيه تجهيز. سعد الى السؤال مازال مشبت به انا ديال ان هذه الحكومه غير بلا تسير خمسي راك سولتي وراني سمعتك. واش سؤال جديد هذا؟ لا هذا القديم. طيب انا غنقول لك التسيير ماشي هو الضياع في الكلمات، هذا تقني، هذا سياسي، هذا اجتماعي. التسيير هو منطق ماشي ضياع في الكلمات. ماشي انا جيت لهنا باش ندير يعني الكلمات المتقاطعه، راه جيت باش نتكلم على السياسه ديال الدوله. السياسه ديال الدوله السي الخمسي هي بحال تقريبا الاسره، كتوصل كتلقى حاجيات، كتلقى امكانيات.
هاد الحاجيات ديالك وهاد الامكانيات ديالك خاصك تعرف كيفاش دير تصرف الامكانيات باش تقضي الحاجيات ديالك بواحد الطريقه متوازنه اللي ما تخربش الميزانيه ديالك. ولكن انت مضطر غتمشي تقترض، ما عندكش او حل تدبر على آخر. خدمه في العشيه ودبر على خدمه في لا العشيه وبالله الله يجزيك بخير. انا ما باغيش اليوم نقارن الحكومه ديالي لا بديال السي عبد الرحمن اليوسفي ولا حتى شي حكومه سابقه. انا كنتكلم كل واحد لقى ظروف، كاين اللي لقى الخوصاصه، كاين اللي لقى شحال من حاجه، ما ندخلوش انا في هذا الشيء. والحمد لله الخير اللي في المغرب ماشي انتظرني حتى جيت انا، الخير اللي في المغرب الحمد لله راه واحد العدد ديال الناس كل واحد ساهم فيه، ما نبقاوش نرجعوا لهذه المسائل. انا ملي جيت لقيت البلاد اول شيء الميزانيه ديالها في خطر، قلتها لكم كنعاودها لكم، هذا شيء مهم جدا. بحال شي واحد وصل لقى واحد الباخره اللي مطلوب منه يسيرها في واحد المستوى معين ديال رئيس الحكومه متقوبه من التحت. لا خاص اولا وقبل كل شيء يحاول يجنب الباخره تغرق. خاصو اولا وقبل كل شيء يحل مشاكل ديال الماكرو اقتصاديه.